إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آداب الصيام في شهر رمضان المبارك. يعد شهر رمضان المبارك موسماً عظيماً للطاعة والتقرب إلى الله تعالى، وهو شهر القرآن والعبادة وتزكية النفوس. وليس الصيام فيه مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو عبادة شاملة تهدف إلى تهذيب السلوك وتقويم الأخلاق وتربية القلب والجوارح على طاعة الله. ولذلك كان من الضروري على الصائم أن يتحلى بآداب تحفظ لصيامه قيمته وثمرته: حفظ الجوارح والابتعاد عن المحرمات. من أهم آداب الصيام أن يجتنب المسلم كل ما حرمه الله من الأقوال والأفعال، فيجب عليه أن يصون لسانه عن الكذب والنميمة والسباب، وأن يغض بصره عما لا يحل له، وأن يحفظ سمعه من سماع المحرمات، وأن يبتعد عن أكل الحرام أو تحصيل المكاسب غير المشروعة. فليس من الحكمة أن يترك العبد المباح من طعام وشراب ثم يقع في المحظور الذي نهى الله عنه في كل وقت. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. التحلي بالأخلاق الحسنة وضبط النفس. الصيام مدرسة للأخلاق، ومن آدابه أن يتحلى الصائم بالحلم والصبر، وأن يبتعد عن الفحش والجهل حتى لو تعرض للإساءة. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فالصائم الحق هو الذي يضبط نفسه ويقابل الإساءة بالإحسان، ويعيش يوم صومه في سكينة ووقار. حقيقة الصيام ومعناه. إن حقيقة الصيام لا تقتصر على ترك الطعام والشراب، فذلك أهون ما فيه، وإنما جوهره في حفظ الأعضاء عن المعاصي وتسخيرها فيما يرضي الله. وقد ورد في الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وهو تحذير من صيام يخلو من الروح والمعنى. وقد قال بعض